محمد محمود عامل 3 ادوار مختلفه وملهمش علاقه ببعض في رمضان 2025. تعالوا اما احكي لكم. هيكمل تقديم شخصيه الدكتور بتاع كله اللي قدمها في مسلسل اشغال شقه السنه اللي فاتت، هيكملها السنه دي في اشغال شقه جدا، وهيكمل بقى بقيه التخصصات اللي هو ما عملهاش السنه اللي فاتت. وطبعا يعني احنا عارفين ان محمد محمود بيقدم الكوميديا وهو سايب ايده وبيضحكنا من غير اي مجهود. هتقسمي العضله 4/4 وتاخدي الحقنه في الربع اللي فوق يمين في المقص. وكمان هيقدم دور قوي جدا وهو دور حسبه في مسلسل شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق. واللي ما يعرفش دور حسبه من الاجيال الجديده، احب اقول لكم ان الدور ده قدمه الفنان الكبير القدير عبد الوارث عصر في فيلم شباب امرأة بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، والدور ده كان علامه في تاريخ السينما المصريه. شفاعات زمان صاحبة البيت ده كله كانت قاعده هنا. انت قلقانه منه ولا عليه؟ والدور الثالث اللي بيقدمه في مسلسل نص الشعب اسمه محمد مع عصام عمر. وطبعا هم نجحوا نجاح كبير قوي في مسلسل بالطو، بس المره دي محمد محمود طالع ان هو هيبقى صاحب عصام عمر وهيورطه في مشاكل كبيره جدا وهيحاول ان هو يحلها له، بس برضه هيطربق الدنيا فوق دماغه. انت تظبطي في موضوع ساره، انا اظبطك في موضوع ماي. اكتبوا لي في الكومنتس متحمسين تشوفوا انهي دور لمحمد محمود ولا كلهم.